السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي. هنعمله بحشوتين مختلفتين، وهنعمله بتتبيلة من بره هتديله لون وطعم جميل جدا. نجهز الحشوة الأولى، حشوة الفريك. معلقة زبدة على النار، ونحط نص كمية الكبد والقوانص اللي معانا بتاعة الحمام، ونقلبها في الزبدة بعد ما تسيح لغاية ما تشمع معانا. دلوقتي هكون مجهزة كوباية صغيرة من الفريك مغسولة ومتصفية كويس. هقلبها كويس مع الكبد والقوانص لغاية ما احس ان الفريك بدأ يطقطق ويشمع. هروح نازلة بأربع فصوص من التوم هبشرهم على الفريك بتاعي. بعدين هقلب التوم معاهم لغاية ما ريحة التوم تبدأ تظهر معايا، واحس ان التوم خد لون اصفر فاتح. هحط بقى التوابل بتاعتي اللي هتبل بيها الفريك. مش هزود في التوابل لان انا عاملة خلطة للحمام ومتبلاه بيها. هي نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة ملح، وربع معلقة من الفلفل الاسود، ورشة شطة صغيرة. اقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هنزل بنص كوباية من المية علشان احنا عايزين الفريك بتاعنا يبقى نص سوا. فحطينا المية كده عشان يستوي في المية وما ينشفش من كتر تقليبه على النار. هساوي كده الفريك في المية وهغطيه وهسيبه على نار هادية، وبعدين هسيبه يبرد علشان احشي بيه الحمام بتاعي. وبعد ما نسيب الفريك على جنب يستوي على نار هادية، نجهز الحشوة التانية. طاسة على النار فيها معلقة من الزبدة، اول ما تسيح انزل ببقية كمية الكبد والقوانص اللي معايا. اول ما تشمع معايا في الزبدة هكون محضرة بصلة كبيرة متقطعة صغير، وبشر عليها فصين من الثوم هنزل بيها على الكبد والقوانص بتاعتي، وهفضل اقلب من وقت للتاني لغاية البصلة ما تدبل وتبدأ تكرمل معايا. انا مش عايزاها تغير لون، انا عايزاها تاخد لون ذهبي علشان تدي طعم حلو للرز بتاعي. هكون مجهزة كوباية من الرز مغسولة ومتصفية كويس، هنزل بيها على الكبد والقوانص والبصل. نفس التتبيلة اللي تبلناها في الفريك هنضيفها على الرز. نص معلقة كمون، نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، وربع معلقة فلفل اسود، ورشة شطة. واقلب كله كويس، وبرضه هسيب الرز على نار هادية. بس الرز مش هزوده مية لان الرز كان منقوع. معايا بقى هنا الحمام، ومعايا بصلة وطماطمايه هبشرهم من الناحية الناعمة في المبشرة، الناحية اللي بنبشر عليها التوم، علشان انا عايزة المية بتاعة البصل وبتاعة الطماطم تنزل بالشكل ده. وهحط معايا نص معلقة ملح ونص معلقة كزبرة ورشة فلفل اسود. هي دي التتبيلة اللي احنا محتاجين لها. هقلبهم كويس، وبعدين هاخد كل حمامية وادعكها كويس كده من بره. كده خلصت كل كمية الحمام وتبلته بالخلطة من بره. هجيب بقى كيس حراري وهحطه في صينية، ودلوقتي يكون الرز والفريك بتاعنا برد. هجيب اول حاجة الفريك، وهبدأ احشي في الحمام واحدة واحدة. بصوا كده الفريك بقى نص سوا وما نشفش على النار، علشان نص كوباية المية اللي احنا حطيناها للفريك واستوى فيها. هاخد بقى الحمام وهحشي وهقفله كويس، وبعدين ارصه في الكيس الحراري. كده انا حشيته بالرز وحشيته بالفريك، وهحافظ على الخلطة اللي عليه من بره عشان هي دي اللي هتديله اللون. هربط الكيس بالشريط اللي بيبقى جاي معاه، وهضيف كوبايتين من المية في الصينية، وهخرم الكيس كده بسكينة رفيعة كذا فتحة. دلوقتي هاخد الصينية بتاعتي احطها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، الرف اللي فوق الفرن على طول هيدينا النتيجة دي. مش هتحتاجوا ان انتوا تشغلوا الشواية ولا تخلوا الحمام ياخد لون. هو الحمام بيطلع مستوي وجاهز وواخد لون مظبوط، لون تحمير جميل جدا. طبعا انتوا لما بتفتحوا الكيس بيبقى سخن جدا، فحاسبوا على ايديكم وانتوا بتفتحوه. شايفين الحمام طلع مستوي وواخد اللون، مش محتاج ان احنا نشغله الشواية.
ده كده الشكل النهائي للحمام في الكيس الحراري. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة، بتعملي كل انواع الحشوات اللي ترضي كل اطراف اسرتك. واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو، دوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا.